السلام عليكم. اولا بعتذركم عن صوت فرعون اللي في فيلم كباريه ده، بس للاسف عندي شويه برد. تاني حاجه تعالى اقول لك على اهم 10 حاجات تطلع بيهم من ماتش الاهلي وبيراميدز. اول حاجه كان في 3 اسباب في مكسب الاهلي النهارده، وهما الجمهور وحسين الشحات واحمد الشناوي ودفاع بيراميدز. كان في 3 اسباب كمان لخساره بيراميدز النهارده، وهو ان مفيش جمهور مع بيراميدز كان يفرق مع اللعيبه بشكل كبير جدا. اصرار باتشيكو المبالغ فيه على الدفاع معرفش ليه، رغم ان انت عندك لعيبه كتير جدا وعندك لعيبه كويسه جدا في خط الهجوم. وتالت حاجه اصابه اسامه جلال وعبد الله السعيد. تاني حاجه تطلع بيها من الماتش ان حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم لازم يتقرصوا ودنهم يا جماعه. يعني اخر 15 ماتش للاهلي كده خش بص عليهم هتلاقي ان لازم الاثنين لازم حد فيهم ياخد انذار بسبب العصبيه والافوره المبالغ فيها. تالت حاجه للاسف يعني خلاص بقى الموضوع بقى باين الاهلي محتاج حارس مرمى. رابع حاجه تتاكد منها بعد الماتش ده ان اي كوره في منطقه 18 النادي الاهلي بقت خطر كبير جدا على الاهلي، وبنسبه 80% هتلاقي في دربكه كبيره جدا بين الدفاع وبين حارس المرمى. خامس حاجه للاسف الاهلي بالمنظر ده استحاله ياخد افريقيا السنه دي، وهيلاقي صعوبه كبيره جدا في ان هو يعدي الرجاء. سادس حاجه انا كنت يعني قلقان شويه ان فلوس بيراميدز ممكن تكون حرام، بس بعد كوره حسين شحات اللي هطلعها من على الخط دي انا اتاكدت ان فلوس بيراميدز حرام. سابع حاجه لازم تعرفها ان مروان حمدي ده جوهره النادي الاهلي اللي جاي، وجوهره نص ملعب النادي الاهلي، وكان احسن لاعب في الماتش النهارده مع حسين الشحات. رقم 8 اداره الاهلي بتفكرني قوي بجعفر العمده، يعني ابنه جنبه اهو وهو مش شايفه، هو مش عارف اداره الاهلي ازاي مش شايفه ان في مشكله في ناحيه الشمال. يا جماعه انتوا محتاجين باك شمال يا جدعان مع علي معلول، محتاجين باك شمال، الموضوع محتاجين باك شمال. رقم 9 قذيفه حمدي فتحي في شباك بيراميدز هي القذيفه الثانيه لباتشيكو بعد قذيفه قفشه في الزمالك 2020. ورقم 10 واخيرا جمهور الاهلي حتى لو الاهلي في اسوأ حالاته يحرك الحجر ويخلي الاهلي لازم يكسب. تصبحوا على خير.